أعزائي مشاهدين قناة خلطبيطة، أهلا وسهلا بكم في واحدة من أمتع مباريات الدوري الإنجليزي هذا الموسم. استطاع فريق ليفربول إنه يفوز على نيوكاسل برباعية لهدفين تألق فيها نجمنا المصري محمد صلاح، أحرز هدفين وصنع هدف، وللأسف أضاع ضربة جزاء كان هتخليه هاتريك، ولكن عمل مباراة كبيرة جدا، واحدة من أجمل مباريات ليفربول، ضغط في كل حتة، مفيش هجمات لنيوكاسل خالص، ولكن الدفاع ليفربول للاسف هو اللي بيخلي نيوكاسل يسجل، لكن نيوكاسل ما عملش اي خطوره طول المباراه. ليفربول اضاع زياده عن 15 هدف محقق، ضربه جزاء لصلاح ضايعه، نونيز 4 اهداف محققه، لويس دياز ضيع، ضغط في كل حته من ليفربول. استطاع صلاح اللي هو يسجل الهدف الاول من تمرير نونيز، بعد كده باصة قاتلة من صلاح لجوتا لجونز عشان يسجل له الهدف الثاني، وباصة ولا اروع من صلاح لجاكبو يسجل الهدف الثالث، واخيرا ضربة جزاء جوتا انفراد ويسجلها صلاح عشان يعادل هالاند في هدافين الدوري ب 14 هدف. ودي اخر مباراه لنجمنا المصري محمد صلاح قبل ما يسافر عشان يلعب كاس الامم الافريقيه مع المنتخب الوطني في كوت ديفوار. مباراه ولا اروع بتخلي ليفربول على الصداره بفارق نقطتين عن السيتي لو كسب، واستون فيلا، وطبعا ارسنال عارفين ان هو خسر وبقى في المركز الرابع. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس وتدعمونا في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.